يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فكرت، بصراحه صحيت بدري وفاضيه قوي النهارده. يعني انا حاسه ان انا النهارده اليوم كله ما فيهوش اي حاجه النهارده. ف وصحيه بدري، فخلاص بقى اتعودت ان انا اصحى بدري، فخلاص بقى مفيش فايده. فبصراحه فكرت ان انا يعني فطرت الاول عادي وخدت القهوه بتاعتي، وبعدين فكرت ان انا من دلوقتي هتغدى ايه. وبعدين كمان انا مختلفه شويه، او ممكن يكون في ناس زيي. بحب لما اعمل غدا، اعمل غدا بقى مش هقف كل يوم في المطبخ يعني. بحب ان انا اعمل حاجه تقعد معايا يومين. وتقلي كل البيوت المصريه بتعمل الحركه دي، صح ولا لا؟ انا عارفه. فبصراحه فكرت ان انا يعني اعمل غدا يقعد معايا يومين. والحيره العاديه اللي انا دايما بفكر فيها، لو يا ربي طب اعمل ايه، طب بقعد افكر كتير. لما بتبقوا يعني معاكم ناس كتير في البيت بتقدروا تقرروا انتوا ممكن تعملوا ايه، لكن عشان لوحدي ف بحتار بصراحه، بفكر اكتر يعني. بس فهو بصراحه في دماغي حاجتين. لا اما هعمل مكرونه باللحمه المفرومه، لا اما هعمل حاجه شفتها باميه بس هعملها بالفراخ. يعني انا شفت حد اعملها، فبصراحة يعني قلت ليه ما جربهاش، يعني اجرب اعمل بامية بالفراخ. فمش عارفة بصراحة هعمل بامية بالفراخ ولا هعمل مكرونة باللحمة المفرومة. طبعا الاتنين مختلفين تماما عن بعض، ولكن شغال شغال، كله يمشي. مش عارفة، حيرة يعني، هكرر. بس قبل اي حاجة خالص عايزة اقول حاجة لكل البنات القمر اللي عندي. حاجة أنا اختراعي ده، أنا بالنسبة لي ده فوق الاختراع. حاجة كويسة جدا 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 للترطيب، للبشرة، للجسم، للإيد، هو رهيب. أنا عارفة إن بنات كتير أوي بتحتار في موضوع ترطيب البشرة ده. فبصراحة أنا مجرباه بقالي 3 أسابيع، وطالما حاجة أنا جربتها هتفيد البنات لازم يعني لازم أقول. على فكرة مش بنات بس، كمان ممكن كمان شباب عادي. بنسنول ماكس، بنسنول ماكس يا جماعة، حكاية يخرب بيت الاختراع. بصوا انا مجرباه من بدري قوي، بس قبل اي حاجة خالص انا عايزة اقول لكم المكونات اللي فيه. عايزة اقول لكم ان هو فيه سيراميد، وفيه كولاجين، وفيه بروتين، وفيه فيتامين جي، وفيتامين ه كمان. فانتوا متخيلين الكارثة دي، الكارثة دي ممكن تعمل ايه؟ ترطيب رهيب يا جماعة. انا بقول لكم حاجة عن ثقة. انا بصوا البتاع قرب يخلص ازاي، يعني خلاص. وهو اساسا فظيع يعني، انا مش بعمل اعلان ولا اي حاجه. انا بصوا هجرب لكم دلوقتي. مش مشكله مش مشكله، هجرب لكم. بصوا يا جماعه، بصوا، ثواني. اوكي، بصوا، رهيب 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 في الترطيب، وريحته كمان تجنن، ريحته تجنن. فيا بنات بجد هاتوه 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 بجد يا بنات، حلوة قوي 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 قوي. مش هتخسروا اي حاجة. بينعم قوي، ناعم، بيبقى جميل 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 جميل. انا طالما استفدت من حاجة لازم اقول لكم. بعدين احنا داخلين على ايام بنغسل وشنا كتير والشتا وتشقق بقى في البشرة وتشققات وحاجات زي كده. فده رهيب، بجد رهيب رهيب. انا متأكدة ان هيبقى هايل اكتر في الشتا كمان. بس المهم بقى، فنرجع لمرجوعنا. بقول لكم ايه، انا مش عايزه وقت، انا كده كده لابسه عشان ما اكسلش، لان انا ممكن اكسل. فانا عايزه انزل اتمشى الاول. فيلا يلا يلا بينا كده، انزلوا اتمشوا معايا ونشوف. هفكر بعد كده ابقى اعمل اكل ايه بقى. اعمل باميه بالفراخ ولا مكرونه باللحمه المفرومه؟ يلا بقى. طيب انا عايزه اقول لكم ان انا كده داخله في ساعه ونص بالظبط بتمشى. طبعا اللي عارف انا بتمشى فين اكتبوا لي انا فين. انا مش هقول انا بتمشى فين، يعني قولوا لي انا فين، في اي حته تحديدا. عايزه اقول لكم ان الجو حلو قوي، ولا ساقعه ولا حر، ومش زحمه خالص خالص خالص. وبجد دي انا حاجه بعشقها يعني. عايزه اقول لكم اني انا بحب الاجواء دي، وكمان اجواء الشتاء. يا مسهل. انا لسه جايه دلوقتي، مش عايزه صوتي يبقى عالي بس عشان الشارع والجيران. يلا بقى نفطر.
الحمد لله وصلنا البيت. أم وبصراحة خلاص انا قررت ان انا هعمل أم قررت ان انا هعمل بامية بالفراخ. اه ولا اعمل مكرونة باللحمة المفرومة. مكرونة باللحمة المفرومة. هخش بقى على المطبخ عشان اجهز الدنيا واظبط اموري واخد برضه نفسي، عشان بصراحة مشيت كتير قوي، مشيت كتير كتير يعني. يلا بقى. اشوفكم على خير وشوفوا انا هعمل ايه. طيب انا حطيت شويه زيت، وبعدين حطيت الفراخ والبهارات والبصل وفلفل رومي، وورق لورا، وهسيبهم بقى يتشوحوا كده على نار. الفراخ تتشوح شويه، وبعد كده هجيب الميه، ميه فلتر عادي، وهزودها على الفراخ عشان اعمل شوربه. بس وهسيبها بقى، هغطيها، هسيبها بقى تستوي براحتها خالص، واروح اجهز الباميه عشان اشوحها. وهشوح الباميه شويه، بعدين هنزل بشوربه الفراخ، هاخد شويه منهم احطهم على الباميه. وطبعا انا مجهزه عصير الطماطم، هروح بقى احط معاها. انا بصراحه هحط ماجي، انا بحب الماجي قوي في الاكل، فحطيت ماجي. وطبعا اختيار عادي براحتكم. هجهز بقى البهارات بتاعتي. هحط فلفل اسود وملح وسبع بهارات وشويه شطه. بصوا انا مش هعمل طشه توم، انا بعمل طشه توم لما بكون بعمل الباميه باللحمه. لكن كده كده انا حطيت في عصير الطماطم، حطيت فصين توم. انا دايما بعمل فصين توم وقرن فلفل وانا بضرب الطماطم في الخلاط، يعني ده شيء طبيعي عادي. وحطيت بقى الفلفل، نديها تقلبتين ونوطي بقى النار ونسيبها تستوي، عشان انا بصراحه بدات اجوع. بدات اجوع ايه، انا ميته من الجوع. بس وقلت كمان ازود شويه صلصه طماطم عندي اللي هي في العلب الجاهزه، عشان يعني تديها تسبيك اكتر. وهسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. والحمد لله تمت المهمة بنجاح، واخيرا هاكل. عملت لي بس شوية سلطة كده وحمرت الفراخ، برغم ان انا يعني بحبها مشوية، بس النفس المرة دي جت احمرها. وانا هروح اكل بقى، والحمد لله اليوم خلص. وبتمنى لكم من قلبي كل خير. اشوفكم على خير بقى، باي باي.